تفتكر ليه الناس اللي واثقه من نفسها هما بيكونوا في الاغلب هما اكتر ناس اغبياء؟ انا سامح ودي حلقه جديده من سلسله يوم الثلاث. الاتنين طالعين من الامتحان، واحد فاشل وواحد مذاكر. هتلاقي الفاشل طالع واثق جدا جدا من نفسه، ما عندوش اي قلق. اللي بيذاكر دايما بيطلع قلقان. عامه اللي بيحصل ده شيء مش غريب، بل اسمه حاجه في العلم اسمها دانينج كروجر افكت. يعني ايه؟ يعني كل ما الشخص كانت معرفته قليله كل ما كانت ثقته في نفسه اعلى. ليه؟ لانه ببساطه الشخص اللي معرفته قليله ده هو ما يعرفش، هو مش عارف ايه، ما يعرفش المعلومات اللي ناقصاه. الجهل يا ولدي مش بيولد ثقة بس، ده كمان بيمنعك من ان انت تدرك اصلا ان انت جاهل. على العكس تماما الناس اللي فاهمين بجد هتلاقيها دايما بتشك في نفسها، يقولك مش متأكد سيبني راجع، لان هم قادرين يفهموا قد ايه اللي مش عارفينه هو كتير جدا. كان تشبيه تقريبا ابن سينا على ما اتذكر كان بيقول تشبيه: والعلم عبارة عن الشمعة اللي بتولعها وسط ظلام دامس كبير قوي. كل ما النور بتاع الشمعة ده ولع اكتر كل ما ادركت مساحة الظلام اللي حواليك. انت كل ما بتتعلم اكتر كل ما بتدرك حجم الموضوع قد ايه كبير وقد ايه انت صغير اكتر واكتر واكتر. لو انت بقى تتعلم ولقيت حاجه غير اللي انا قلته لك ده، تعرف ان انت كده عندك دانينج كروجر افكت. بس